الله نرحب بالحضور الكريم. نتمنى ان شاء الله انه هذه الايام تكون فعلا ايام من الفرجه والابداع، ونشوفوا اقوى واهم اللحظات اللي غادي تتمم العمل ديال سنه كامله ديال مجموعه من الطلبه بالتنسيق والمتابعه ديال الاساتذه. بداية سألقي أمام حضراتكم البرنامج العام المتعلق بالمباريات العمومية الخاصة بالمعاهد الموسيقية التابعة لجامعة الدار البيضاء. يتشرف السيد المدير الأستاذ عبد اللطيف بن حود بدعوتكم وبافتتاح هذه الأيام اللي غادي تمشي على الشكل التالي. اليوم الأول اللي احنا فيه اليوم ابتداء المفروض انه ابتداء من الساعه الثانيه غادي يكون الثاني يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعه الثانيه بعد الزوال كان قسم المسرح العربي العالي الاول. ثم يوم الاربعاء 21 يونيو ابتداء من الساعه 9 صباحا الموشحات العربيه. في الثانيه بعد الزوال قسم المسرح العالي الثاني. يوم الخميس ابتداء من الساعة 9 صباحا الطرب الأندلسي. والثانية بعد الزوال غادي يكون بطبيعة الحال الآلة، وهنا كنتكلموا على يوم الخميس غادي يكون مساء، غادي يكون عفوا ابتداء من الجوج غادي يكون الآلة وجميع اللي فيه المسرح الفرنسي، المسرح باللغة الفرنسية جميع المستويات. شي الخميس في العشية. الجمعة ابتداء من 9 صباحا آلة القانون والعود. السبت آلة النفخ، الآلات ديال النفخ ابتداء من الجوج إن شاء الله. البيان غادي يكون غناء كلاسيكي، الكمان وتشيلو. يوم الأحد غادي يكون الرقص الكلاسيكي، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية يوم الثلاثاء في 5 مساء بالمعهد الموسيقي الدار البيضاء شارع باريس. إذا غادي نفتتحوا إن شاء الله هاد الأمسية ديالنا من المباراة العمومية قسم المسرح المستوى المتوسط الثاني، وغادي يعطيكم الأسماء ديال اللجنة اللي غادي تشرف على تقييم هاد المباريات. بداية الأستاذة جميلة سميح. نرحب بالأستاذة جميلة سميح، مرحبا أهلا وسهلا. نرحب كذلك بالفنانة الأستاذة سعدية أزكون، الأستاذ شعيب الدرهمي، الأستاذ أحمد حيدر، الدكتور والناقد الفني الأستاذ عبد الله الشيخ، مدير مؤسسة طيب الصديقي الفنان والمخرج بطبيعة الحال نجل الراحل الأستاذ طيب الصديقي، بكر الصديقي، ثم الأستاذ اللي تعرفوه عزيز علينا كاملين الأستاذ العالمي، والأستاذ محمد الصوفي إسماعيل، زكريا شيبوش عبد ربي، وأسماء أخرى غادي تلتحق بنا بطبيعة الحال من بعد ما نبداو إن شاء الله ونعطيو انطلاقه لهذه المباراه العموميه. والاستاذ افندي رضوان، الاستاذ رضوان افندي، نعم. اذا على بركه الله غادي تنطلق المباراه من خلال مجموعه من الطلبه ديال المتوسط الثاني. ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر كل الفاعلين اللي كيسهروا على انهم ينجحوا هذه المباراه العموميه. وقبل النهار كان واحد العمل اللي هو كبير وجبار جدا ديال الاساتذه وديال الطلبه، علما على انه اللجنه راه كتاخذ بعين الاعتبار المجهود ديال الطلبه، ليس فقط ما يراه فوق الخشبه، وانما المجهود على مستوى اللباس، المجهود على مستوى تحضير كل العناصر المكونه للعرض المسرحي. وبالتالي كنبغيو نشكروا كل الطلبه اللي صراحه تيسهروا على انهم يقدموا احسن ما عندهم.
تيعملوا مجهود جبار، وهذا الشيء راه تناخذوه بعين الاعتبار كمجهود التحكيم. ونبغيو نشكروا الاساتذه لان كيشتغلوا تحت الضغط، كيشتغلوا تحت الظروف اللي هي بطبيعه الحال كنتمناو انهم يوصلوا لمستوى ديال تكافؤ الفرص. وهذا نداء اللي تنوجهوه واحد العدد ديال الناس، عدد ديال المسؤولين، على انهم بالفعل يلتفتوا للاساتذه ويلتفتوا للدور المهم اللي كتقوم به الاداره، سواء على مستوى شارع باريس بالتنسيق مع باقي المعاهد الاخرى. فالمسرح الحمد لله ما زال بخير بكم وبفضلكم انتم كطلبه وانتم كاساتذه. نتمنى لكم فرجه ممتعه وبالتوفيق في هذه الرحله اللي غادي تدوم ان شاء الله مده اسبوع. الاحتفال المسرحي غادي يكون ان شاء الله مده ديال 4 ايام، فلنتمسرحوا جميعا. إذا نفتتح مباراة العمومية للمتوسط الثاني مع الطالبة رقم 18 بلال الشرايبي في دور إفجينيا عن مسرحية إفجينيا للكاتب اليوناني يوربيديس.